الحمد لله الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. كنا قد ابتدأنا حديثنا فيما سبق في الحديث عن بعض التأملات من قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكنا قد توقفنا في آخر خطبة تكلمنا فيها عنه صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى السجن وجاءه ودخل معه فتيان، وكل منهم رأى رؤيا وطلب تفسيرها من سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، فدعاهما إلى الله الواحد الأحد، ثم بعد ذلك فسر لهم الرؤيا صلى الله عليه وسلم. وانتهينا عند قول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة يوسف: قال الله تعالى: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. توقفنا عند هذا القدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، ولما تسمع اسمه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما فسر لهم الرؤيا قال للي هينجو منهم، اللي هيرجع تاني يبقى ساقي الملك، قال له: اذكرني عند ربك، قل قضيتي للملك، عرف الملك بقضيتي. فأنساه الشيطان ذكر ربه. بعض التفسيرات تقول فأنساه الشيطان أي أنسى سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم ذكر ربه، فرباه الله بهذا بأن لبث في السجن بضع سنين تربية له، تعليما له ألا يلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله، الطلب من الله، التذلل لله. يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لما تيجي تسألني أنا هتضايق، لما تيجي تطلب مني أنا هعملها لك بضيق، أما عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى أنت تطلب من ملك الملوك مالك الدنيا والآخرة
الذي بيده كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون. وحدوا الله. وبعض التفسيرات تقول فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني اللي نسي الساقي، نسي أن يذكر سيدنا يوسف عند ربه، عند الملك، فلبث في السجن بضع سنين. يعني قد إيه البضع سنين دول؟ البضع هو العدد من 3 ل10. وعلى أكثر التفسيرات أنه لبث في السجن 7 سنوات. تخيل حاله صلى الله عليه وسلم، ماذا يحدث له؟ أنا قلت له اذكرني عند ربك، قل له إن في واحد مظلوم وكذا وكذا، وهو نسي. أول يوم هو قاعد بيفكر يا ترى قال ولا لأ، بعد أسبوع مستني يا ترى في حد هيجي يخرجني ولا لأ، بعد شهر، طب بعد سنة. يعلم ويتفكر ويجلس فيرى أنه لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وحدوا الله. بعدها بقى بإيه؟ ببضع سنين، وزي ما قلنا على أكثر الأقوال إن هم 7 سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الملك يرى 7 بقرات سمان، بقر سمين، بقر حلو، يأكلهن 7 عجاف. يجي 7 بقرات نحيلات مفهومش جسم يأكلوا ال7 السمان، و7 سنبلات خضر، 7 سنابل قمح خضر، و7 تانيين يابسات ناشفين، فتيجي اليابسات تأكل الخضر. رؤيا في المنام. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تاني بيقولوا أفتوني، ليه؟ لأن الرؤيا فتوى. عشان كده ما نسألش في الرؤيا كل من هب ودب. كل واحد ماشي تعالى أنا حلمت بكذا، دي معناها إيه؟ كل واحد قاعد شوف لي على النت أنا حلمت بكذا، دي معناها إيه؟ الرؤيا فتوى. سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد أسهبنا في هذا الأمر في الخطبة الأخيرة في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقال الملك إني أرى. هو شايف دلوقتي، المفروض إني رأيت، ما هو شاف قبل كده. أرى دي معناها إيه؟ إنه بيشوف هذه الرؤية كتير، إنها بتتكرر كتير، فعشان كده بيقولوا إني أرى، دي شغالة على طول بتيجي. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لا دي لخبطة كده من اللي الشيطان بيجيبها. احنا قلنا الرؤيا على 3 أشياء، الحاجة اللي بتيجي في المنام على 3. الأولى أضغاث أحلام، أو الأولى هي ما يلعب الشيطان بالإنسان وهو نائم. لما جاء واحد من الصحابة قال للنبي أنا شفت كأن راسي اتضربت بسيف وبتتدحرج وأنا بجري وراها، فقال له صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ لا تقصص لعب الشيطان بك، ده اللي الشيطان بيلعب بيه بدماغك وانت نايم. فهذه أولها. الثاني تفكير النفس، انت طول الليل بتفكر في حاجة فتجيلك في المنام، انت بقالك شهر بتفكر في فلوس معينة فتجيلك في المنام، انت طالب عندك امتحان فالامتحان يجيلك في المنام. والثالثة الرؤيا. فهم استسهلوا، قال لك قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لذلك في ديننا من قال لا أعلم فقد أفتى. ما تعرفش قول ما أعرفش. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه إمام الدنيا في زمانه وإمام المدينة في زمانه، وكان يأتيه الناس من الأندلس، هو في المدينة يجي له الناس من أسبانيا والبرتغال عشان يسألوه في مسائل، لدرجة إن منهم من جاله بحوالي 41 مسألة، فقال في 31 منهم لا أعلم. ده إمام الدنيا، إمام الدنيا يقول لا أعلم. فالراجل استغرب، قال لهم وماذا أقول لهم عندما أرجع؟ أنا جاي من أسبانيا
لمكة للمدينة عشان أرجع أقول لهم لا أعلم؟ ماذا أقول لهم عندما أرجع؟ فقال له إيه؟ قال له قل لهم إن مالكا لا يعلم. ما تعرفش اسكت، ما تعرفش اسكت. واحد بيتكلم في أمر في الدين وعايز حكم، ما تعرفش اسكت بس. ليه؟ لأنك ستتحمل ذلك. اوعى تكون فاكر لما واحد قاعد جنبك وقال يا ترى حكم كذا وكذا ايه، فرحت انت طالع قلت له تقريبا كذا كذا، يعني انا سمعت كده ايه، قريت في جورنال ان هي كذا وكذا، وهو راح عمل بيها وهي حرام، الاثم كله عندك. تخيل بقى واحد تاني سأله راح قايل له على اللي انت قلته، بقى عليك اثم 2. وهو لما رجع بيته قال لأهل بيته، أهل بيته كام؟ 7، فبقى عليك اثم 9. وكل ما توصل لواحد انت تاخذ الاسم. يبقى ما تعرفش قول ما اعرفش. من قال لا اعلم فقد افتى. ائمه الدنيا، امام مالك الفقيه المحدث العارف بالله رضي الله عنه وارضاه، يجي له في مسائل قد كده ويقول له لا اعلم. طب الناس تقول ايه عنه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، بس الحساب هتتحاسب امام الله. طب اقول ايه لما ارجع لهم اسبانيا ولا البرتغال؟ اقول لهم ايه؟ قل لهم ان مالكا لا يعلم. هم مش عارفين، فراحوا قايلين ايه؟ دي اضغاث احلام. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. وحدوا الله. وقال الذي نجا منهما اللي هو مين؟ ساق الملك اللي سيدنا يوسف فسر له الرؤيا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، تذكر بعد فترة. يبقى مين اللي نسي؟ سيدنا يوسف، صلوا عليه صلوا عليه. سيدنا يوسف اللي نسي ولا الساقي؟ وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. الشيطان نسى، بس نسى مين؟ نسى الساقي. سيدنا يوسف من المخلصين كما قال عنه الله تعالى، من المحسنين كما قال عنه الله تعالى. والمخلصين المحسنين لا يسألون إلا الملك سبحانه وتعالى. وحدوا الله. فهذه براءة جديدة لسيدنا يوسف. قال الذي نجا منهما وادكر، افتكر، تذكر، أصلها اذكر. وادكر بعد أمة، افتكر بعد فترة كبيرة اللي هي كم سنة؟ 9 سنين، اللي هي على أكثر الأقوال 7 سنين. وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ابعتوني بس إيه؟ للسجن. يعلم صدق سيدنا يوسف ورآه بنفسه. وفي بعض روايات المفسرين يقول لك ده هو في السجن شاف أكثر من رؤية وسيدنا يوسف فسرهم له وكلهم على صواب. فعشان كده متأكد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق. وزي ما قلنا في بداية القصة، الكلام اللي البديهي مش محتاج يذكر. هذا كتاب الله الذي نقرأ منه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فما فيش فيه زي ما في القصص والأفلام والمسلسلات مط وتطويل ومشاهد ملهاش لازمة وصح. كنا نحتاج إيه بقى؟ نقول فالساق ركب الحصان وراح لحد السجن وراحوا مدخلينه السجن فراح قاعد. لا، مش محتاجين كل ده. فأرسلون، ابعتوني بس. يوسف أيها الصديق، الحوار اللي بينه وبين سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. يوسف أيها الصديق أفتنا. الرؤية فتوى ولا مش فتوى؟ الرؤية فتوى ولا مش فتوى؟ كل شوية في الرؤية أفتنا، يستفتيان، أفتوني. الناس اللي بتتكلم في الرؤى نخف لنفسكم مش لينا. خف على نفسك ذنوب، خف ان انت تحمل نفسك ما لا تطيق بدون سبب. ما تعرفش قول ما اعرفش. يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. صلوا على رسول الله. فسيدنا يوسف قال له ايه؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا. طب ما يقول له انت مش فاكر ان انا قلت لك اذكرني عند ربك؟ يا عم انت لسه فاكرني بعد 7 سنين؟ صح، العتاب ما نفعل. لا خلاص. جلس في السجن صلى الله عليه وسلم، تعلم ان الملجأ الذي نرجع اليه هو الله. خلاص
مش هيتكلم في الأمر اللي هو قاله قبل كده حتى وإن كان لم يخطئ. يعني احنا قلنا ان هو لم يخطئ في ان هو طلب منه الخروج، الأخذ بالأسباب مش حرام، ولكن لما تربى في السجن، لما تعلم في السجن، لما أدبه الله في السجن، والتأديب هنا بالمعنى الحسن مش بالمعنى الوحش، مش بالمعنى الوحش بتاع، لا بالمعنى الحسن، والتربية هنا برضو بالمعنى الحسن الحلو. لما جلس في السجن وعلم أكثر وتربى أكثر على يد الله سبحانه وتعالى وتأدب أكثر على يد الله سبحانه وتعالى، تعلم أن لا يسأل إلا الله، حتى وإن كان السؤال لغير الله جائز في حالة الأخذ بالأسباب. ما كلموش بقى في اللي فات، أفتنا في 7 بقرات سمان كذا كذا، قص عليه الرؤية. فسيدنا يوسف مباشرة قال تزرعون 7 سنين دأبا، في 7 سنين هيجوا مطر وكذا وكذا، ازرعوا فيهم كتير، اجتهدوا في الزرع زيادة. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. في 7 سنين جايين، النيل زي الفل وفي مطر وفي ازرعوا فيهم زيادة. طب واللي هيطلع من هذا الزرع سيبوه في السنابل إلا قليلا مما تأكلون. يعني هتاكل كل الطبيعي، كل عيش، مش لازم تعمل كيكة وتورته وكذا وكذا. يعني داخلين على حاجة محتاج فيها ان انت تاخد بالك من اللي بتعمله. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بعد كده هيجي 7 سنين تانيين فيهم ايه؟ مفيش مطر والنيل هينشف ومفيش زرع. شداد، 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، هياكلوا اللي انتوا عملتوهم في ال7 سنين الأولانيين إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وحدوا الله، 7 سنين حلوين ومطر وخير ومية وزرع وأكل وكذا وكذا. بعدهم 7 سنين قحط وجفاف ولا فيش زرع وما فيش أي حاجة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ينزل عليهم الغيث أو يأتيهم الغوث من الله سبحانه وتعالى، وفيه يعصرون. يعني الأرض مش هترجع تطلع قمح وحاجات ضرورية بس، لا، ده في عصر، طلع إيه؟ طلع فاكهة وطلع كل شيء. فهترجعوا تاني أكل وشرب واعملوا كيكة واعملوا تورته واعملوا بقى اللي انتوا عايزينه براحتكم. وحدوا الله. وقال الملك ائتوني به، هاتوه لي بقى. ده واحد عالم، واحد فاهم. عالم وفاهم ازاي؟ هو فسر الرؤيا بس؟ لا، ده فسر الرؤيا صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فسر الرؤيا قال الحل. ده واحد يعرف في تأويل الرؤيا يعني عالم، وقال الحل يعني فاهم. ده رجل اقتصادي صلى الله عليه وسلم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. تخيل بعد 7 سنين وأكثر، لأنه طبعا كان موجود قبل تفسير الرؤيا في السجن شوية، يأتيه الرسول، أبشر، افرح، الملك عايزك. وحدوا الله. يعني مش هتخرج هيحصل لك عفو ملكي، لا، الملك نفسه عايزك، يريدك. وقال الملك ائتوني به، هاتوهولي، هاتولي الراجل ده أنا عايزه. وقال الملك ائتوني به. قال فلما جاءه الرسول، جاي له بقى الرسول اللي هيبشره بهذه البشرى، قال ارجع إلى ربك، ارجع للملك تاني، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وحدوا الله. يخرج صلى الله عليه وسلم ويجي يدعو الناس إلى الله، فالناس هيقولوا إيه؟ هو مين اللي بيكلمنا؟ مش ده الراجل اللي كان في بينه وبين مرات العزيز كذا وكذا وعمل مع النسوة كذا وكذا، صح؟ وخرجوه عشان فسر الرؤيا وجاب حل، صح ولا غلط؟ فهو يرفض الخروج صلى الله عليه وسلم. أخرج وأنا بريء، مش أخرج عشان فسرت الرؤيا وجبت حل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، يمدح سيدنا يوسف فيقول في حديثه لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لو قعدت في السجن قد ما سيدنا يوسف قعد كنت اللي هيجي يقول لي الملك عايزك كنت هطلع معاه.
وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الخلق وأحسن الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن يتواضع لماذا؟ عشان يوريك قدر سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إيه اللي حصل بقى في موضوع يوسف؟ قلنا حاشا لله ما هذا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، ما شفناش منه أي شيء سيء صلى الله عليه وسلم، براءة جديدة له صلى الله عليه وسلم. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. خلاص الحق وضح وظهر أمام الجميع. طب ما هو الحق ده ظهر قبل كده بس كانت فيه مكابرة. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لو قالت أنا راودته عن نفسه وسكتت يبقى سيدنا يوسف إيه؟ من الصادقين. طب لما هي تقول بتأكد تأكيد تاني على صدق سيدنا يوسف، على أنه من الصديقين صلى الله عليه وسلم، على أنه من المحسنين صلى الله عليه وسلم، على أنه من المخلصين صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بعض المفسرين يقول لك إن الآية دي اللي بيقولها مين؟ سيدنا يوسف. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بيعلمك تاني إيه؟ إنك لما تلاقي نفسك بعيد عن ذنب ما تفكرش إنه بنفسك، هذا بتوفيق الله لك، لأن نفسك دي لو هتتساب إن النفس لأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق وعلى رأسهم بني البشر الشفيع المشفع في أرض المحشر. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى قال إيه؟ وقال الملك ائتوني به، هاتهولي أنا عايزه. طب لما تأكد من عفافه، من أنه على الطريق المستقيم، من أنه من الصديقين، من أنه من المخلصين، من أنه من المحسنين، قال لك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. يبقى من خاصتي، يبقى من الناس القريبين من الملك، يبقى من الناس اللي بتقعد في مجالس الملك. ائتوني به أستخلصه لنفسي. وبعد كده إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين لك مكانة، أمين لأنك أمين صلى الله عليه وسلم. فهذا لأنه برأ نفسه، ما جريش أنا هخرج لا، أخرج ببراءة. فكان أول شيء في هذه البراءة الملك اللي كان بيقول وقال الملك ائتوني به، بس دلوقتي بقت ائتوني به أستخلصه لنفسي. وفي حديث جميل جدا سمعته من كام يوم، أول مرة أسمعه والله، بس حديث يعرفك قدر إنك تقرأ القرآن، إنك تعلم القرآن، إنك تجلس في مجلس قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، دخل يوما على أهل الصفة اللي قاعدين في مسجد النبي فقال لهم صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم، واحد فيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، منطقتين عندهم كان بتتعمل فيها الأسواق، فيأتي بناقتين كوماوين، ناقتين من اللي هي جامدة كده وشديدة وفيها سنام كبير، ودي عند العرب من الفلوس العظيمة، من أعظم الأموال عند العرب. أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين
من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني لا هياخد ذنب ولا يقطع رحم ولا كذا ولا كذا. قالوا بلى يا رسول الله، يا ريت نروح هناك نجيب 2 ناقتين كوماوين من غير ما ناخد ذنب. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين. يجي المسجد يقرأ أو يعلم يتعلم آيتين من كتاب الله خير له من الناقتين اللي هم العظام دول. و3 خير له من 3، و3 آيات خير له من 3 ناقات كوموات. و4 خير له من 4، و4 آيات أفضل من 4 ناقات، وبمثل عددهن أفضل. قرأ 100 آية يبقى أحسن من 100 ناقة قوماء. فأنت لما بتيجي للجمعة هذا ثواب. طب إحنا قعدنا استذكرنا شيء من كتاب الله كما نفعل في هذه الخطب، بقت زيادة. كل آية من هذه الآيات أفضل عند الله وثوابها لك أفضل عند الله من ناقة كوماء. الناقة بكام النهاردة؟ ما نعرفش. احنا عارفين الخروف الصغير بقى بآلاف الآلاف. وحدوا الله. وفي هذا القدر عند سيدنا يوسف نقف ونكمل في خطبة قادمة إن كان في العمر بقية، ولكن نذكر في الختام بهذه الأيام. نحن في هذه الأيام في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي قلنا عظيم فضلها في الخطبة السابقة، ونعلمه بإذن الله تعالى فلا حاجة إلى تكراره. ولكن غدا بإذن الله تعالى يوم عرفة، وهذا يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى. هذا يوم قالوا فيه أن هذا اليوم أفضل من ليلة القدر ومن أيام العشر الأواخر من رمضان. فهذا اليوم اغتنام، هذا اليوم يوم اغتنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ابتدى يقول السنة يوم عرفة بتاع بكرة ده بقى يوم الدعاء، خير الدعاء في هذا اليوم. ادعي بقى كتير. الصالحون في الأمة كان منهم اللي بيخلي الدعوات اللي هو عايزها قوي في يوم عرفة. ليه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فأكثر في هذا اليوم من الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ملك في هذا اليوم اللي هو يوم عرفة، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. وحدوا الله. املك سمعك بصرك ما يبصش لحرام، املك سمعك لا يسمع حرام، املك لسانك لا يتكلم بحرام، غفر الله لك. هد عينك وودنك ولسانك. ومن أفضل الأشياء التي تعين على هذا ترك الهاتف، لأنه من أكثر الأشياء اللي بتشغل ال3 دول. عينك شغالة، طب أنا راجل محترم وبتفرج على حاجات محترمة وعادية، هم هناك بيروحوا حاطين لك صورة في النص كده، فبدل ما أنت بتطلع بسرعة بتبطأ شوية كده بس بتطلع، فتاخد ذنبها. نسأل الله العفو والعافية، إلا من رحم ربي. السمع مش لازم أغاني بكرة، ومش لازم غيبة ونميمة بكرة، ومش لازم سماع لما حرم الله بكرة. احفظ سمعك. واللسان خلي بكرة يوم ذكر، خلي بكرة يوم عبادة. من حفظ من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. أكثر يوم ربنا بيعتق فيه ناس من النار يوم عرفة. طب ده احنا قلنا في رمضان ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. بكرة أكثر يوم في عمرك كله ربنا بيعتق فيه ناس من النار. ألا تحب أن تكون منهم؟ تحب؟ اشتغل، اعمل. بكرة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو يقترب منك سبحانه وتعالى ثم يباهي بهم الملائكة. ربنا يباهي بينا الملائكة. يباهي بينا مين؟ اللي على العمل، اللي على الذكر، اللي على الدعاء، اللي على القرآن، اللي على الصيام، اللي على أي شيء حلو. فإن الله وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ دول عايزين إيه؟
أنت صايم بكرة ليه وبتقرأ قرآن ليه وبتذكر الله ليه؟ لماذا؟ الثواب والمغفرة. اشهدوا ملائكتي، الله الذي يقول اشهدوا ملائكتي، وحدوا الله، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وحدوا الله. يبقى بكرة لازم تشتغل، بكرة يوم عمل، يوم عمل أخروي. المفروض أن بكرة أجازة من أعمال الدنيا، استغل اليوم بقى. طب أنا أجازتي ما بدأتش بكرة، استغل. أنت تقدر وأنت قاعد في شغل تشغل قرآن، تقدر وأنت قاعد شغال عادي تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش لازم تعد على صوابعك ولا على سبحة. تقدر تقول الحمد لله، تقدر تقول لا إله إلا الله، تقدر تذكر، تقدر تصلي الصلاة على وقتها والسنن اللي قبلها واللي بعدها. تقدر تستغل اليوم خير استغلال. ومن أهم ما يستغل به هذا اليوم الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، وحدوا الله. والصيام من أعظم الأعمال ليه؟ لأنه عمل مستمر. أنت وأنت صايم طول الوقت أنت في ثواب. طب لما تنام وأنت صايم في ثواب، طب لما تشتغل وأنت صايم في ثواب. أصل الصيام مستمر، أنت طول الوقت في عمل، فاعمل لهذا اليوم. صيام أهم الأعمال في هذا اليوم صيام يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ادعو في هذا اليوم قدر ما تستطيع. هذا اليوم يوم القرآن، اقرأ قرآن فيه قدر ما تستطيع. تعال المسجد واقرأ. هذا اليوم يوم قيام إن كنت تستطيع. هذا يوم عمل، هذا يوم عمل. فمن خسر في هذا اليوم فهو الخاسر الأكبر. ولا تضمن أن يأتي عليك يوم عرفة القادم. ما تقولش أصل أنا ضيعت فهيجي اللي جاي، ما تضمنش اللي جاي. فاعمل لهذا اليوم قدر العمل، اغتنم من هذا اليوم قدر الاغتنام. ونذكر في الختام بأنه بعد غد هو يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ففي يوم العيد من السنن أن أنت تخرج إلى العيد مغتسل، تخرج لصلاة العيد مغتسل، تخرج لصلاة العيد لابس أحسن الثياب، تخرج لصلاة العيد متزين، تخرج لصلاة العيد متطيب حاطط برفان كده وريحتك حلوة. هذه من السنن. من السنن أيضا أنك تمشي من طريق وأنت رايح تصلي وترجع من طريق آخر. من السنن أيضا الأكل بعد الصلاة من الأضحية لمن كان سيضحي. لو هتضحي السنة أنك تأكل بعد الصلاة من أضحيتك، هذا من السنة. طب مش هتضحي، جائز أن تأكل قبل وأن تأكل بعد. هذه من السنن. من السنن أيضا التهنئة. هني الناس. ما تشوف حد يقول له كل سنة وأنت طيب، أما تشوفه في صلاة الفجر قول له، وتيجي في آخر اليوم وأنت قاعد بتقول للناس اللي في صلاة المغرب وتلاقيه واقف قول له تاني، جائز. هذه من سنن هذا اليوم. افرح في هذا اليوم، صل رحمك في هذا اليوم. هي أيام أكل ولعب مباح. العيد أيام أكل ولعب مباح. فالشباب ما نروحش نقف عشان نتفرج، لأنك كده إيه؟ تاخد ذنوب. هذه أيام مش أيام فعل ذنوب، أيام أكل ولعب مباح فقط. ومن السنن ومن أهم السنن في هذه الأيام التكبير من بداية العشر الأوائل. سيدنا أبو هريرة سيدنا عبد الله بن عمر كان يمشيان في الأسواق ويكبران من أول العشر الأوائل من ذي الحجة. يمشوا في الأسواق يكبروا والناس تكبر بتكبيرهما. يا عم أنا مش هعرف أعمل ده يبقى مش هكبر. لا، كبر بينك وبين نفسك. مش هينفع تمشي في السوق وتعملها. ممكن حد يقول لك كلمة ولا حد يفعل ولا يفعل ولا يحصل لك حاجة، خلاص كبر بينك وبين نفسك. ونقول واللبيب بالإشارة يفهمه. الحجاج بن يوسف لما دخل الكوفة الناس خرجوا في يوم في السوق بيكبروا على آخرهم، فجمعهم في المسجد قال لهم إيه؟ لهم لقد سمعتوا التكبير الذي لا يراد به وجه الله. انتوا ما بتكبروش لوجه الله، ده حاجة تانية. اللي هيعملها تاني يقتل. فمش لازم في الأسواق كبر بينك وبين نفسك. وفي التكبير المقيد اللي هو إمتى؟ اللي هو عقب كل صلاة. وده بيبدأ إمتى؟ يبدأ من صلاة الصبح أو صلاة الفجر في يوم عرفة. يعني صلاة الفجر اللي جاية بعدها تكبير حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. هذه من السنن التي لا ننساها. طب أنت صليت في البيت كبر. بعض الناس لا يكبر هذا التكبير إلا إذا كان في المسجد. لا، كبر. طب أنا دخلت فاتتني ركعة، على ما جبتها كانوا كبروا هم بعد ما تقعد كبر. بعض الناس لا يكبر إلا إذا صلى جماعة في أول ركعة فكبر مع الناس. لا، كبر في أي مكان تصلي وفي أي وقت تصلي.
طبعا الأفضل أنت تلحق تكبيرة الإحرام، تصلي مع الناس الصلاة كاملة وتكبر معهم، ولكن إن لم يحدث كبر. صليت في البيت كبر، صليت في الغيط كبر، صليت في الشغل كبر. فالتكبير سنة عظيمة من أعظم السنن التي تفعل في هذا الأيام. ولما نخرج للصلاة وانت رايح الصلاة كبر. صاحبك اللي ماشي معاك هنرجع سوا، اتساهر معاه وانت راجع معاه. أما تروح الصلاة صاحبك اللي مستنيك وقعدت جنبه، مش وقت سهار. طب نتصور صورة سريعة كده، مش وقت صورة. طب شوية فيديو كده بسرعة كده ويلا يلا، لا مش وقت فيديو. والله الناس موجودة والفيديوهات ناس تانيين غيرك هيصوروهم، سيبهم هم ياخدوا الدنيا. ماذا تفعل؟ خد انت الآخرة. رايح انت وصاحبك هنروح فين النهارده؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في بهجة. يا عم بقول لك هنروح فين؟ الله، هاتوا معاك. مش وقت سهاري، هذا وقت تكبير، هذا وقت إظهار لشعائر الله. ونأسف على الإطالة، ولكن آخر ما نذكر به أن نفرح بهذه الأيام. التاني اللي بيجي كل عيد أنا مش حاسس بالعيد. يا عم سيبنا بقى، سيبنا. مش حاسس بالعيد، روح بعيد عننا وما تحسش بيه. وهذا الأمر كان في الشباب وانتقل إلى الكبار. كنا بنقول الشباب عشان النت الكبار بقوا عاملينه. حتى الكبار كل ما نمشي يقول لك مش حاسين بالعيد. يا أخي حس بيه، حسس نفسك بيه غصب عنك. اللي بيقول لك مش حاسس بالعيد ده بيحتفل بشم النسيم وبعيد رأس السنة وبعيد العمال وبعيد تحرير سيناء وبعيد الزراعة عند المصريين القدماء وبعيد مش عارف ايه عند الهندوس وبعيد ايه عند المجوس، ويجي في عيدك ويقول لك مش حاسس بالعيد. ما تحس بيه، حس بيه او حس بينا وابعد. احنا حاسين بالعيد ومبسوطين بالعيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذه من ايام الشعائر ونحن نعظمها بالفرح بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ولهم بيحتفلوا بعض الأيام قال لهم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الأضحى والفطر. ويقول لنا هذه أيام أكل ولعب، أيام أكل ولعب وفرح. هذه الأيام نفرح بها. فالراجل اللي مش حاسس بالعيد واللي أيام العيد جاي عليه بحزن وبزعل وبضيق والعيد ما بقاش زي زمانه، روح مع نفسك واحزن مع نفسك وسيبك مننا. الفرح بيوم العيد هذا فيه ثواب. تعظيم يوم العيد والفرح به فيه ثواب. يعني أنا فرحان وباخد ثواب، نعم. ومالكش دعوة باللي يقول لك مش حاسين ومش فرحانين ومش لاقيين ومش عارفين. افرح بالعيد قدر ما تستطيع، ولا شأن لك بهذا الرجل. فلا تنسى أن تغتنم يوم عرفة قدر الإمكان، ولا تنسى أن تغتنم يوم العيد من اللعب والأكل والفرح المباح قدر ما تستطيع. ولا تنسى في الختام أن ندعو لإخواننا في فلسطين، ندعو لهم كثيرا ونذكر بهم كثيرا في هذه الأيام المباركة بالتحديد. نتبرع لهم إن استطعنا إلى هذا سبيلا. في أيام يكون فيها العمل أعظم من غيرها نقاطع قدر ما نستطيع، نقاطع قدر ما نستطيع، نقاطع قدر ما نستطيع. أصل اللحمة فلازم نشرب شوية مش عارف إيه، والله هذا دم إخوانك الذي تشربه، والله 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 هذا الذي تشرب دم أناس يموتون بهذا. بص لابنك واعرف ان في ابن في الناحية التانية بيتقتل بالإزازة اللي انت جايبها. اعرف ان في طفل او رجل او امرأة او شيخ او كذا او كذا يقتل في بلد اخرى بعلبة الاكل اللي انت جايبها ولا بالمشروب اللي انت بتشربه. فاتق الله وقاطع قدر ما تستطيع، وتبرع لهم ان كنت تستطيع الى هذا سبيلا. واقل ما نفعله هو الدعاء امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم.
اللهم وفقنا للعمل في يوم عرفة، اللهم وفقنا للعمل في يوم عرفة، اللهم وفقنا للعمل في يوم عرفة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة، اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من الدنيا الصلاة، وآخر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم. وأنا أسف على الإطالة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.